على أي شكل كنت، صغيرا كبيرا شابا مريضا معافا، لا بد وأن تفارق الحياة. وهذه أول رسالة من الثلاث رسائل التي هبط بها جبريل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الموت أيها الأخ المؤمن الكريم هو سهم قد أطلقه الله إليك، ولكن عمرك هو على قدر وصول هذا السهم إليك. فمنا من يكون بينه وبين السهم ذراعا، ومنا من يكون بينه وبين السهم مسافات بعيدة. فإذا وصل السهم إليك وهو الموت فلا بد من مفارقة الأحباب، فلا بد من الذهاب إلى لقاء الله تبارك وتعالى. الموت هو خلق من مخلوقات الله، وهو مأمور بأمر الله تبارك وتعالى، لا يرحم صغيرا لصغره، ولا ضعيفا لضعفه، ولا يهاب الملوك ولا يستأذن الخزان. هو مأمور من قبل الله تبارك وتعالى. فإذا انتهى الأجل فلا بد من المفارقة أيها الأخ المؤمن الكريم. وهذه هي الرسالة الثانية التي هبط بها جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم: وأحبب من شئت يا محمد فإنك مفارقه. أحبب من شئت فإنك مفارقه بصيغة التأكيد. لابد من المفارقة، لابد من الوداع، لابد وأن نفارق الدنيا أيها الإخوة المؤمنون. من أراد أن ينصرف فجزاكم الله خيرا. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. إذا تيقنت في حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه علمت أنه لابد من المفارقة، لابد من الوداع، لابد من أن تترك ولدك أو أن يتركك ولدك. إذا نحن عبيد لله، نحن ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فينا كيفما شاء. ولكن الله تبارك وتعالى والله ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، ما ابتلاك ربك سبحانه وتعالى تعذيبا لك ولا كسرا لخاطرك وجوابرك، وإنما ابتلاك الله تبارك وتعالى رفعا لدرجاتك، رفعا لحسناتك. وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس ابتلاء هم أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. فهذه رسالة إلى والد المتوفى محمد عليه رحمة الله. والله إن الله تبارك وتعالى ما ابتلاك فيه إلا لأنه يحبك، إلا لأنه يريد أن يرى منك صبرك على مصيبة قد أصابك الله تبارك وتعالى بها. فاعلم يا أيها الأخ الحبيب أن الله تبارك وتعالى يجعل هذا الشاب الذي فرقك، الذي أوجع قلبك على فراقه، ينتظرك على أبواب الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فكما صح الخبر عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم، كان هناك رجل له ولد يحبه حبا جما،
وما جلس مجلسا بجوار رسول الله يستمع العلم من رسول الله إلا وأخذ ولده بيده وأجلسه على ركبتيه وهو يستمع العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، يعني ظل فترة كبيرة ما يحضرش دروس النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي عليه فقالوا يا رسول الله كان له ولدا يحبه فمات هذا الولد فجزع عليه وبكى عليه وحزن عليه حزنا شديدا، فهو الآن لا يخرج من بيته أبدا يا رسول الله. يعني من شدة تعلق الرجل بولده نذر أن لا يخرج من بيته حزنا على فراق الولد وكسرا لقلبه، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى إجابة الرجل وكيف رد الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ ده النبي بيستفهم منه، انت بتحب ابنك اللي مات ده؟ قال الرجل للنبي أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. يعني كلمة طلعت كده عفوا من الرجل، أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون لك أم يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وتجده يأخذ بيدك إليه؟ يعني أنت تحب ابنك دي يكون معك على طول، ولا تحب أن أنت لا تذهب إلى بابا من أبواب الجنة إلا وتجده يأخذ بيديك وتدخل هذا الباب؟ قال بل يسرني ألا أدخل بابا من أبواب الجنة إلا وأجده هناك يا رسول الله. فقال إذن هي لك إن صبرت، هي بشرى عظيمة لكل من فقد ولده وصبر على قضاء الله وعلى قدر الله أن يحتسب الأجر، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله تبارك وتعالى أسأل أن يرحم الفقير وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم ألبسه من لباس الجنة وأطعمه من طعام الجنة وأسقه من شراب الجنة وزوجه من الجنة وألهم أبيه وأمه وأصحابه وذويه الصبر والسلوان، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.